النواب العراقي وهو يناقش هذه المواد. من قال ليش قومين؟ منو سمح ليش تقومين؟ منو سمح ليش تقومين؟ بابا ما يصير نظام داخلي عندنا احنا. نظام داخلي ما يجوز. رئيس الكتله قاعد هالوقت لا تبيعين شعارات، انا اكثر وطنيه منك. رئيس كتله اقعدي، هذا شغل اللي هذا الاداره مالتنا، مو واجباتك انت عضوه تقعدين، مو واجباتك الاداره ولا السيطره على الجلسه. من صلاحيه هيئه الرئاسه اتخاذ كل الاجراءات والتدابير، مو اخذ اذن من حضرتك. فالمن عنده شاير يهوي بيها، قلنا بث مباشر، اقطع البث المباشر حتى نقلل التهويس. لا حد يهوس، احنا اعضاء مجلس نواب نتكلم بالقانون نعم. ايش فيك يا اخي؟ انت مو تدير جلسه يا اخي، ما يجوز هاي الفوضى. اما ان ندير جلسه حضاريه او ما يجوز هذا العمل. فالمن قاعد من يمين كيفه، ما يجوز هذا العمل. اي مخالفه للنظام داخلي واحداث شوشره ترى اطلع برا. شكرا جزيلا سيد الرئيس. سيد الرئيس تفضل. سيد الرئيس عندك حجه قانونيه تتكلم بها. سيد الرئيس تصدر اوامر للموظفين. سيد الرئيس شو رئيس الكتله ما يكون قاعد هذا شو تبيع بطوله اكثر من رئيس الكتله؟ سيد الرئيس تفضل استاذ. سيد الرئيس شكرا جزيلا. تسكتني، بس من حق العضو يسكت الرئاسه ويسكت الاعضاء الاخرين. والله الذي لا يلتزم بالنظام الداخلي ما اعطيه حق الكلام ابدا. يحرم نفسه من حق الكلام، وهذا ظلم بحق انفسكم. استاذ اياد السام الرائي. شكرا. استاذ اياد السام ما عندنا نقاش بيننا. نعم. سقلت رايك وجاوبه، عود انت الجماعه ما اقتنعوا. تفضل استاذ اياد. السيد رئيس مجلس النواب الموقر. اول حكى رايه وانت حكيت رايه. نعم. يعني حقيقه واحنا نشاهد مخاطب بها الاعضاء يقتنعون برايك يمشون به، يقتنعون برايي يمشون به. تفضل. لا هيك ونص واحسن شيء. مرة يقدروا يناقشون لنا. ما انت ناطر نفسك حق الرد. انت جاوبته وجاوب. تفضل استاذ اياد. يلا تفضل. يحكي بالنظام الاخر. من تجي من يم الاخرين نظام، من يمه فوضى لازم. الزين مسخوا بالاوامر، خلوه تحت الزين مسخوا بالاوامر. ترفع الجلسة لمدة ساعة. ترفع الجلسة لمدة ساعة. مرفوعة
نهائيا ايوه ما يرفع ارفع عيني لا ما ترفع